هل تتخيل لحظة لاعب يفقد أعصابه ويتحول من ملاك إلى وحش كروي في ثانية واحدة؟ نعم، في عالم كرة القدم ما في شيء اسمه ينسى، الثأر له وقته وللطريقة في الانتقام. في مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول كان إدرسون يستفز ماني بدفع متعمد وماني يضحك وكأنه نسى، لكن خلف الابتسامة كان البركان يغلي. كرة عالية بعدها بثواني ماني يطير برجله ويدفس وجه إدرسون، سقوط ودماء وبطاقة حمراء، لحظة انتقام لا تنسى. في مباراة أخرى نيمار تعرض لدفع مدافع فالنسيا والكل ظنها انتهت، لكن الساحر ما ينسى. بعد دقائق فقط نفس المدافع ونيمار يمرر الكرة من بين رجوله بلمسه وذله، انتقام فني أجمل من أي صفعة. في مباراة أخرى كريستيانو رونالدو فانتقامه كان على طريقته الخاصة، بعد تدخلين عنيفين من مدافع أتلتيكو مدريد يطير الدور في كرة هوائية ويصطدم بقوة ويقلب الرأس على عجب. رد قوي صامت لكن قال كل شيء، لا تلعب مع النار، الدون ما حد امامه. 3 لقطات و3 انفجارات غضب و3 قصص انتقام لا تنسى. السؤال الان، اي لقطه تشوفها اقوى انتقام في تاريخ الملاعب؟ شاركنا رايك في التعليقات، ولا تنسى الاعجاب في المقطع والاشتراك في القناه لنصل لاول 1000 مشترك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.